الحمد لله جمعنا النهارده بشكل جيد. جمعنا الساعه 12. جه الكابتن عمرو زكي والكابتن حسام عاشور عرضوا التقرير الطبي بتاعهم على دكتور الفريق، واجتمعوا مع الجهاز الفني بقياده باب برادلي، والناس شافوا ان هم مصابين ومش هيقدروا ينتظموا في المرحله ديت، فبالتالي ما فيش مشكله، وانتظم 26 لاعب بما فيهم احمد تمساح بعد انهاء بعض الاجراءات اللي كانت متعلقه بيه. واتمرنا التدريب الرئيسي وحضرتك كنت موجود بمشاركه كل اللعيبه. وتوجهنا لمطار القاهره دلوقتي الحمد لله، وقت في المطار هنركب ان شاء الله الساعه 12 الا ربع، متوجهين الى السودان لخوض اول لقاء بعد بكره ان شاء الله امام اوغندا الساعه 8 بتوقيت السودان، 7 بتوقيت القاهره، ويوم 31 مع تشاد نفس التوقيت. ان شاء الله من اللعيب ده الزمالك وين بيجم يبقى ان شاء الله قوام لعيبه ونشوفهم، وربنا يكرمنا في الماتشين دولت وباللعيبه دي، والماتش هيلعبوا الماتش الاولاني ويرجعوا على اساس حتى يبقى ملامح القوام اللي الراجل شاف اللعيبه اهلي وزمالك وشاف بقيه اللعيبه، فتبدا الصوره توضح له ان شاء الله. اكيد ماتشين تجربتين هيبقوا قويه، فان شاء الله نأديهم بالشكل المطلوب. محتاجين الماتشات دي عشان داخلين على ماتشات صعبه في شهر 6، فان شاء الله تكون تجربه كويسه مع اوغندا ومع منتخب تشاد ان شاء الله. الناس منتظرين من الشناوي كحارس واعد، منتظرين منه الكثير والكثير، بالذات بعد تجميد نشاط المصري وايقافه، يعني شايف الرؤيه تبقى عامله ازاي بالنسبه للشناوي؟ اتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الناس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره الجايه ومع المنتخب والمنتخب الاولمبي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع يعني كسبانين ان شاء الله، عشان برضو المعنويات بتاعت اللعيبه برضو نرجع ان شاء الله كسبانين ونعمل حاجه في السودان ان شاء الله، عشان برضو نطلع الناس من اللي هم فيه. الناس كلها بتقول يعني الدوري اتلغى ودوري الشتاء ممكن تتلغى والكلام ده، بس ان شاء الله يعني الكره عاوزين الكره ترجع في مصر ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله يعني. اكيد طبعا لعيبه الاهلي والزمالك طبعا مؤثرين طبعا مع المنتخب، وليهم في عدد كبير من لعيبه الاهلي والزمالك في المنتخب طبعا، واكيد بيبقى ليهم دور ايجابي مع المنتخب خلال السنين اللي فاتت وخلال المرحله الجايه ان شاء الله. بنتمنى ان شاء الله ان الماتشات الوديه اللي احنا رايحين نلعبها ديت تكون نستفاد منها وان شاء الله، ونرجع ان شاء الله باستفادات كبيره بالنسبه لينا وبالنسبه للمنتخب ان شاء الله. حاجه اكيد كويسه طبعا ان انا اكون موجود في المنتخب الاول، اكيد طبعا ربنا يكرمنا بس ان شاء الله ونشوف الماتشات ان شاء الله وخير يعني. اكيد بقى وسط النجوم دي اكيد حاجه شرف ليا طبعا، واكيد هتفرق معايا طبعا في اللي جاي، ربنا يسهل ان شاء الله. احنا اليوم سعيدين جدا انه في وداع المنتخب المصري لكره القدم في زيارته التاريخيه للسودان في خلال معسكر الاعداد الذي سيستضيف فيه مباراتين وديتين مع فريقي منتخب تشاد ومنتخب اوغندا يوم الخميس والسبت القادمين. نحن حقيقه سعيدين انه نكون جزء من هذا البرنامج بالتنسيق والترتيب مع اخواننا في اتحاد كره القدم السوداني مع اللجنه المنظمه لاستقبال وترتيب برنامج الفريق المنتخب المصري في السودان. احب ان اؤكد على انه كل الترتيبات بحمد الله وتوفيقه سارت على ما يرام وعلى احسن ما يكون، وهذا شيء طبيعي. حقيقه منتخب بإقامة المنتخب المصري يزور بلده الثاني السودان، نحن حقيقه حنكون سعيدين جدا ونتشرف بخدمه المنتخب المصري وكل اعضاء الجهاز الفني للاستفاده من هذا المعسكر في ظل الظروف التي احنا نعلمها ما تمر بها مصر من وقف للدوري المصري، واحنا نسال الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظه ان تعود الحياه الكرويه لمصر باحسن ما يكون ونتجاوز كل هذه العقبات، ونحن كلنا دعاء والشعب السوداني دعاء لاخيه الشعب المصري في تجاوز هذه المحنه.